صباح الفل على النمر الفل وعلى الارقام بقى واحد وتلات وحايد وقصه كبيره قوي جاي لكم بقى النهارده. الفيديو ده يبقى دسم شويه. الفيديو ده اوريكم فيه حاجتين. اول حاجه تمام النمر بتاعت امبارح اللي انا نزلتها امبارح اللي هي كانت في الفيديو ده. حلو، كان في 3 نمر اللي هي 77 وميم س 3 وحايد تمام واسد 77. ال3 نمر دول زي ما قلنا امبارح 8 نمر هيخلصوا مع بعض. ال3 نمر ده دول بالاخص وصلنا لاصحابهم اول ما خلصت على طول. يعني بصوا بقى السكرين شوتس اللي ايه اللي هنا، استنوا. يعني بصوا بقى انا هوريكم شويه سكرين شوتس كده من امبارح. ايه هجمع لكم في يوم امبارح. يعني في واحد مثلا كان باعت لي السكرين شوت تمام. الراجل ده مثلا قرر ان هو هيدخل على ال3 نمر وزي ما تيجي بقى. يعني النمره اللي تبقى كويسه هندوس. يعني بصوا ميم س 3 وحايد كان دي مزايدته، دي اعلى مزايده كان متعلي عليه. وعندك 7 مش عارف 77 كانت دي مزايدته ده متزود عليه. واسد 77 كانت دي مزايدته وكانت هي اعلى مزايده. يعني مش عارف بقى كان هينفذ اصلا بالسعر ده ولا لا، بس يعني ادي كان بينكش بالصدفه ان احنا وصلنا لل3 صحابها. حلو، ومش شخص واحد عشان بس ما حدش يتخض عشان ما حدش يقول يعني اكيد مش واحد دخل نتش ال3 نمر كده بالارقام دي مره واحده، لا. فبعديها ال3 اشخاص بقى فراح واحد بعت لنا دي ميم س 3 وحايد مبروك سدد الان. السكرين شوت اللطيفه اللذيذه اللي احنا متعودين عليها منذ مئات السنين تمام. فده واحد اهو كسب. الستوري خلصت، هضطر اجيبها لكم من الموبايل. استنى بصوا بقى، احنا نزلنا الستوري دي امبارح. حلو، فكتبنا ايه نفس اللي انا وريتها لكم. كان نفس الشخص لسه لحد هنا كان قاعد بينكش، سواء بقى هو اللي كسب سواء هو اللي خسر مش عارفين. قمنا بعديها الموقع وقع تمام. بعديها راح اسد 77 وصلت ايه ال3 200. كلام جميل. بعديها راحت اسد 77 وصلت 3200 على 7 متزايدين. بعديها حطينا السكرين بتاعت الميم س 3 وحايد. بعديها كنا بنسال بقى مين صحاب النمرتين دول، ثم رد علينا بقى ايه بتاع 77 في انتظار السداد. الراجل اول ما كسب راح مسدد او راح مالي البيانات وخلاص بقى في انتظار تاكيد السداد ان هو يروح يدفع البنك ويحط الوصل. حلو، بعديها جالنا مين اسد بقى 77. يعني دي 77 صاحبها رد اهو، ودي اسد 77 كان صاحبها رجل يعني من الناس اللي معاه نمر كتير. قال لك بتاعتي فجامد. ده بالنسبه لايه للستوريز بتاعت امبارح. فانت بقى لو مش متابعني انستجرام فلا حاول تتابعني انستجرام علشان فايتك كتير وفايتك عربيات جامده وفايتك ميتينجز لذيذه وكلام جامد يعني. اما عن بقى مزاد النهارده، تعالوا بقى في مزاد النهارده. عندك النون س 3 وحيد. النمره دي الوحيده اللي هتخلص النهارده وهتخلص الساعه 7. والساعة دلوقتي هتخلص كمان نص ساعة. اوكي يعني دي بتخلص دلوقتي، النمرة الوحيدة اللي بتخلص دلوقتي. بس كل ده بقى جديد. عندك ايه بقى؟ عندك فيل واحد جامدة. يعني اكيد في عيلة في حتة ما اسمها عيلة الفيل. يعني انا مش عارف الصراحة حد من عيلة الفيل، بس اكيد فيل ده اسم عيلة او اسم ثلاثي ممكن. بس هي حلوة يعني جامدة. فيل واحد دي الصراحة. عندك دال 3 وحيد برضو لذيذة. بصوا افتتاحتها بقت بكام. النمرة دي كانت افتتاحتها ممكن ب 350 325 زمان. دلوقتي بصوا بقت 425. اسعار ولعت برضو. عندك هنا ميم 3 6 7. النمرة دي مستفزاني قوي. طب ما كانت تبقى ميم 4 6، ميم 4 7، ميم 3 6 لا عشان موجودة محطوطة على هونداي الجمل. 6 برضو موجودة. ميم 6 طبعا موجود. مش عارف بس مش كده يعني فاهم مش كده خالص. ميم 3 7 مثلا. ميم 3 7 حلو. انا اعرف واحد مستني ميم 3 7 دي. ف3 7 ده طراز طيارة فبتبقى جامدة يعني. فما علينا يعني. بس النمرة دي مستفزة. عندك عمر 11 12 وفي نفس الوقت 3 وحايد وبتاع ومش عارف ايه. حلو برضو النمرة دي. يعني مش عايز اقفل بقى الناس اللي عليها منها، بس النمرة ما تعجبنيش. عندك نمس 3 3 نمرة جامدة والاربع تلاتات بتاعتها على لامبورجيني هوريكان تقريبا. يعني ماشي كده الكلام التمام. عندك بقى الايه الجنان اللي حصل على سولوم واحد. النمرة دي بادئة ب 425. حط واحد 475 راح جه ده حط 1,700,000. يعني ما فيش بقى تفاهم، ما فيش وقت للتفسير. مش هنقعد ننقش بقى ونتعب ونحرق في قلبنا وانا احط وانت تحط وانا اعمل وانت تسوي. لا انا قطعت الكلام بقى. يعني هو بحطيته لل1,700,000 ده هو نهى مثلا 5 كانوا هيفكروا يدخلوا يعني فاهمين. قال لك ننجز كده ونحرق. ده لسه يعني مفيش الرقم ده اتحطه. هي كانت لسه نازله بقى لها ساعتين. فجامد سولوم وغشيم الصراحه.
غشيم سولو. وعندك هنا عين 3 ستات، دي برضو بصوا ستارت 425. ستارت ده كان ما يعديش ال 325. بس طبيعة الحاجة الساقعة بقى ايه، ان طبعا الاسعار في الستارتنج بتبقى غالية، لان كده كده مفيش حاجة بقت تخلص ستارتنج قوي دلوقتي يعني، الا فين وفين يعني. عندك هنا مين 29. مين 29 دي بقى انا حاسسها لعيب كورة، مش عارف ليه يعني، انا ماليش في الكورة خالص، فمش مجمع ممكن مين يبقى ميم ورقمه 29. فانت بقى ممكن تشوف الفيديو وتكتب لي في الكومنتات لو انت شاكك في حد، لكن انا الصراحة مش مجمع حد خالص يعني، ماليش في الكوره خالص ان انا حتى اشبه. ف ميم 29 دي وش بتاعت لعيب كوره، لان عين 19 بتاعت لعيب كوره ومحطوطه. وانت بقى لو ذكي تقول لي بتاعت مين لو انت ليك في الكوره قوي كده يعني. بس فده بقى عم عن مزاد النهارده. بصوا في لوحتين بقى ايه لسه في الارشيف. عندك ياسين 9 طبعا بوم تحفه، وعندك ميم فيه 3 خمسات. ميم فيه 11 كانت لسه متعلقة على حتة استون مارتن خضرة، فبتاعت صاحب معرض القبطان، يمكن يفكر ينكش في دي، ليه لا، يمكن تبقى تبعه احتمال. فمش عارفين الصراحة ده بجد، لا انا مش يعني مش بقول كده وخلاص، مش عارف بقى بجد تبعه ولا لا، بس بقول يمكن فعلا يعني. فهذا عن مزاد النهارده ومزاد امبارح. كان في معلومات كتير كنت عايز اقولها لكم اشاركها لكم، الناس اللي بعتت وبتاع، ودخلناهم الجروب السري خلاص. هنجمع بقى شويه كده كلام جامد ونجيلكم ونشوف بقى الكلام هيخلص على ايه، وهنعمل ميتينجز قريب وهتبقى كلها نمر مميزه بس، وحاجه في اخر الالجا واللطافه. ف stay tuned واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.